صباح الزهور مصطفى ود المامور. زهريك زورة وجميلة لم تمسها دب الأنامل، وردة كوكسينية وبديعة حازت الكاس في الخمايل. الورود رشفت رحيقة وعشرقت حليق العسايل. ايه علاقتك بورودي غير تميس ليها وتمايل، غير تميس ليها وتمايل. الورود عارت رحيقة وعشرقت حلق العسايل. صباح الزهور مصطفى ود المامور. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله. ونحن الليلة بحمد الله مع الحلقة رقم 179، وعودناكم في كل حلقة من صباح الزهور بنختار أبيات سودانية أصيلة. الليلة أول مرة ناخد من المسادير والمربعات، وهو طبعا من أصعب أنواع الشعر نظما وقراءة، يعني زول ما متمرس ما بيقدر، فغاية ربنا يقدرنا. أخذت الأبيات للحردلو. حردلو ده يا أخواننا هو محمد أحمد عوض الكريم أبو سن، عنده مزدار الصيد، يعني من أشهر مساديره. اللي بيقول الشم خوخت برد الليالي الحرة، والبراق برق من نجاب القرة. شوف عين الصقير بجناحه كفت الفرة، تلقاها مخدود الليلة مرقت برة. طبعا بتحسبوه كده زي الرطانة، لكن الشم هو بيقصد بها الشمس. ولما نقول لك الشم خوخت، خوخت يعني حرارتها دي بردت خلاص، بدت تبرد كده. يعني قال شوف قد كده ممكن يتفهم. الشم خوخت بردا ليالي الحرة، والبراق برق. البراق هو طبعا جمع برق، والبراق برق منا جاب القرة. منا دي الواحد يفتكرها يعني من حتة أو مدينة أو كده، لكن لا، هي منا يعني من لا شيء، يعني من ما في يعني جاب القرة، يعني جاب البرد، جاب السقط كده. والبراق برق من جاب القرة. شوف عين الصقير، شوف عين الصقير بجناحه كفت الفرة. الفرة طبعا في نوع من الطيور، تلقاها مخدود الليلة مرقت برة. ومخدود دي هو قاصد بها الظبية ذات الخدود الجميلة، فتلقاها مخدود الليلة مرقت برة مع الجو السمح ده. موضوعنا الليلة حنتكلم عن الترقيد. والترقيد نحن ما زلنا مواصلين في طرق التكاثر. والترقيد في عندنا منه نوعين، في ترقيد هوائي وفي ترقيد أرضي. طيب نتكلم عن الترقيد الأرضي ده كيف؟ في بعض النباتات لما يكبر الفرع بتاعه ويلامس التربة، تلاحظوا براك تلقى بمجرد ملامسته للتربة الفرع ده بيقوم بيطلع جذور سريعة. الجذور دي لو فصلت قبلها من الأم بيكون عندك نبات قايم بذاته، ويعني نبات مستقل وبيتغذى براه. طالما عمل جذور براه معناه بيتغذى براه. وممكن في طريقة تانية لو دايرة تنتجي، داك إذا فرع نزل براه وبطلع جذور. لكن لو دايرة تنتجي إنتاج، بتجيب الأصص الصغيرة دي تحطي فيها التربة بتاعتك وتمرري فيها الفروع دي، يعني الفروع تمر بالقصيصة، فبتقوم منطقة المرباء في القصيصة دي بتطلع جذور. بعد ذاك بنقوم نفصل قبل منطقة الجذور نفصلها من الأم وتكون نبات قائم بذاته. أما الترقيد الهوائي بتقومي يعني بتجرحي، بتحتاجي لمطوة، بتحتاجي لكيس نايلون أنبوبي كده شفاف، بتحتاجي للتربة الصناعية البيتموس دي، بتحتاجي لقشة كبريتة. مثلا إذا عندك شجرة فايكس من الحاجات اللي بينفع فيها الترقيد الهوائي جدا. تقومي تجرحي اللحى بتاع
الساق في فرع من الفروع الغضة، تجرحوه كده بطريقة عكسية، وتقومي تخطي قشة الكبريتة عشان يبقى كأنه الجرح بتاعك العكسي ده مفتوح. تقومي تخطي فيه شوية بتاعت هرمون تجزير، تقومي تركبي الكيس بتاعك الأنبوبي الشفاف ده، تربطيه من تحت، تخطي فيه التربة البيتموس، بس لازم التربة البيتموس تكون مبللة بالموية كده، وتقومي تكفليه من فوق. بعد ذاك إذا احتاج لموية بنحقينا حقن، نجيب حقنة كده بنحقن بها البيتموس ده بالموية. بعد شوي بتلاحظي بدأت تطلع جذور من الكيس الشفاف ده، يعني ظاهر كده بتشاف يعني كويس. وأول ما تتكون الجذور دي بنقوم نحن نفصل من تحت الكيس، وده بكون نبات قائم بذاته، فيه مجموع جذري وفيه مجموع خضري. عندنا طريقة تانية من طرق التكاثر اسمها التكسيم أو التجزئة أو الفسائل. في بعض النباتات زي السايبر دي، النبات الواحد بيطلع خلف من نفس المجموعة الجذري، كمية من الخلف كده. فده يعني عشان تعمل التكسيم تحتاج إلى مطوة بس، تقومي تطلع النبات الأم العامل كمية من الخلف ده، تقومي تغسلي التربة بتاعت الجذور، تفضل معاك كتلة بتاعت الجذور كده مع كمية الفروع الطالعة، تقومي تقطعيها بالسكين لعدد من القطع بحيث أنه كل فرع تديه مجموعة جذور، وتحطيها في قصيصة منفصلة أو في كيس منفصل، بيكون نبات جديد، وممكن تطلع منها كميات تهدي منها لصديقاتك ولأسرتك ولأهلك، وتزيد النباتات اللي عندك. والزول لما ينتج كميات كبيرة دائما بننصح أنه يمشي لأقرب مشتل له ويخلق علاقة ويبيع له بأسعار كويسة، عشان دي ذات تشجعه وتحسن دخله.